السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم زينب زياد. النهاردة ان شاء الله هنعمل ملوخية بالارانب. طبعا الخطوة الاولى بتاعتنا ان احنا هنسلق الارنب علشان ناخد الشوربة بتاعته نعمل منها الملوخية. عشان طبعا تغسلي ارنب الموضوع مش سهل. لازم تنقعيه كويس جدا، مية كتير، شوية مية حلوين كده. تحطيه فيهم وتدعكيه بالدقيق وملح وتعصري ليمون، حوالي ليمونة كبيرة كده، ومعلقه خل، وتدعكيه كويس جدا جدا عشان تقدري ان انت تغسليه بطريقه كويسه وما يكونش فيه اي زفاره. كمان احنا هنتخلص من الزفاره دي بطريقه تانية، ان احنا هنغلي ميه الاول واقول لكم هنعمل ايه. بس ابتدي اقول لكم المقادير او المكونات بتاعتي. طبعا معايا هنا حبهان ومستكه. انا هنا هستخدم حبهان مطحون وحبهان كمان سليم، والمستكه دي يعني حاجه حلوه قوي اللي تتحط في الشوربه. ومعايا نص ليمونه اعصرها، ومعايا ملح طبعا، بس الملح انا بحطه في الاخر. خلاص هنبتدي ان احنا الاول نغلي ميه، ننزل فيها الارنب، وبعدين نعصر الليمونه. هنا طبعا ابتديت ان انا اغلي ميه في حله، وبعدين ابتدي ان انا احط القطع بتاعه الارانب بتاعتي. طبعا انا مقسمه الارنب 6 قطع. تمام. خلاص هحط الارنب بتاعي. تمام. وهحط كمان الكبده بتاعته. تمام. وهبتدي ان انا اسيبه يغلي المفروض لمدة 10 دقايق. طبعا انا هعصر له بقى نص الليمونة اللي انا قلت لكم عليها دي، هنبتدي ان احنا نعصرها، وكمان هحطها بالقشر، طبعا ليمونة مغسولة يعني. خلاص. دي الليمونة دي بتضيع زفارة الارنب تماما، وبتخلي ريحة الشوربة بعد كده جميلة بقى لما تيجي تغيري المية دي، لان المية دي هتتغير وتترمي. وهنشوح الارنب بزبدة، وهنحط له طبعا البهارات بتاعتنا اللي أنا قلتها، اللي هي الحبهان والمسكة وورق اللورا. هنسيبه 10 دقايق، وبعد كده نرمي المية هوريهولكم ان شاء الله. دلوقتي بعد 10 دقايق ببتدي بقى ان انا اشيل القطع بتاعة الارنب من المية دي، ولازم القطع دي تتغسل كويس جدا قبل ما نشوحها. احنا بس ايه رمينا الزفارة بتاعته في المية دي عشان ما يبقاش فيه اي زفارة، نتأكد ان هو تمام يعني. مع ان انا في الغسيل بتاعي ببقى متأكدة ان انا غسلاه كويس، بس برضو لازم ان انا اتأكد برضو بالنقطة دي، ان انا ارمي ميته الاولانية دي واحط ايه مية نظيفة تانية. خلاص كده احنا شلنا كل القطع. هرمي المية دي ونغسل طبعا الحلة كويس، وبعدين نبتدي ان احنا نشوحه بقى في مية نظيفة. هنا ابتديت ان انا طبعا غسلت الحلة كويس جدا زي ما قلت لكم. حطيت فيها معلقة زبدة على زيت. خلاص. وابتدي ان انا اشوح فيها الارنب. اول ما الزبدة والزيت يسخنوا جامد عشان نعرف نشوح الارنب كويس. نجرب كده نحط. تمام. نبدأ ان احنا نقلب القطع دي على الوش التاني. ونحط معاهم المسكة والحبهان اللي انا كنت سايباها، والورق اللورا. الحبهان المطحون هحطه مع المية المغلية. ننزل عليه بالمية المغلية. لازم تكون المية سخنة، مش مية من الحنفية.
نسيبها لحد ما يبدأ يغلي تاني، ونحط فيها الحبهان المطحون اللي انا قلت لكم عليه. هنا هبتدي بقى ان انا احط الحبهان وبغطي عليه. طبعا انا حاطه ميه كفايه، اللي هي ميه بتغطيه علشان محتاجش ان انا ازود ميه. وحتى لو انت حبيتي تزودي هتزودي ميه مغليه، مش هتاثر معاكي في حاجه. هتغلي شويه ميه بره وبعدين تزودي الميه. هنستنى بقى لحد ما يقرب في السوا ونحط له الملح. وبعدين لما يستوي خالص لازم ناخد الشوربه بقى عشان نعمل بيها الملوخيه. خليكم معايا. خلاص هنا هبتدي ان انا اجهز الملوخيه بقى بتاعتي. انا هنا طبعا الملوخيه بتاعتي مجمده، انا اللي مجمداها في البيت. وخضره جدا ما شاء الله. ليه؟ لان انا لما بغسلها كويس جدا من الرمل بتاعها وبتتقطف في الاول طبعا، بعدين تتغسل، بعدين تنشفيها في فوطه، وتشيلي اي ميه فيها خالص، وبعدين تفرميها. طريقه الفرم بتاعتك انت، ممكن لو انت عندك المفرمه بتاعت اللي هي الكبه دي ممكن تفرميها فيها، وممكن لو عندك المخرطه بتاعت الملوخيه اللي هي بتاعت زمان، اللي هي طبعا طريقه كويسه جدا بس هي بتاخد وقت شويه، ممكن تخرطيها بالمخرطه. طبعا معانا هنا توم فريش انا مقشراه وفرمته، ومعانا نص كوبايه عصير طماطم. اللي مش عايزه تحط عصير الطماطم ده، اولا هو مش بيبان في الملوخيه زي ما انتم متخيلين. الملوخيه بتبقى خضرا عادي جدا، بس هي الطعم بتختلف شويه. انتوا لو جربتوها هتحبوها قوي. انا بحط كوبايتين كبار قوي شوربه على نص كوبايه دي من الصغيرين عصير طماطم. ومعانا طبعا كزبره ناشفه، والشوربه بتاعتنا فيها الملح، فمش هنحتاج ملح، او ممكن هنزود حاجه بسيطه حسب واحنا بنشتغل. يلا بينا. زي ما انتم شايفين الشوربه بتاعت الارنب بيضه جدا ونظيفه جدا اهي، ومش قادره اقول لكم ريحتها تحفه، ما فيهاش اي زفاره، ما فيهاش اي حاجه. هنبتدي ان احنا نحط الملح، وبعدين اللي عايز يزود فلفل ابيض او تحط فلفل اسمر براحتها، بس انا بحب الشوربه تكون بيضه، مش بحب احط لها فلفل اسود. الحاجه بقى اللي احنا هنعملها، اللي احنا هناخد دلوقتي الشوربه ونشتغل بيها الملوخيه بعد ما الارنب طبعا استوى زي ما انتم شايفين كده. خلاص هنبتدي ان احنا نشيله من الشوربه، ونستخدم من الشوربه دي كوبايتين للملوخيه. هنا ابتديت ان انا نقلت شويه شوربه من الحله بتاعه الشوربه بتاعه الارنب، خدت منها كوبايتين كبار تقريبا، وهحط عليهم نص كوبايه العصير بتاع الطماطم. زي ما انتم شايفين مبانش خالص، مش هيخليها لونها احمر زي ما يعني في ناس متخيله ان الملوخيه ممكن تبقى لونها احمر. لا، هتبقى عادي باللون الاخضر عادي، بس هتكتسب طعم كده جديد حلو. جربوه. هنحط بس رشه فلفل اسود صغيره، خلاص، عشان احنا ما حطيناش اصلا في الشوربه فلفل اسود. وهنبتدي نحط يعني ربع معلقه كده صغيره من توم، من التوم المفروم اللي احنا فرمناه، اللي احنا هنعمل بيه الطشه. خلاص اول ما يغلوا هنبتدي ان احنا ننزل بالملوخيه عليهم، بس يغلوا مع بعض شويه. هنا ابتدت الشوربه والطماطم والثوم يغلي. هبتدي بقى ان انا انزل الملوخيه. مش شرط ان الملوخيه المفرزنه تسيبيها لحد لما تفك، مش فارقه، بس هنا هي فكت شويه يعني. فهبتدي ان انا انزلها واوطي النار. هبتدي ان انا انزلها بقى كلها بالشكل ده. طبعا دول نص كيلو ملوخيه انا حطاه بمقدار يعني، بس انا كنت اسمع على كيسين كده. خلاص ونبتدي بقى ان احنا نضربها كده بالمضرب اليدوي عشان ما تكلكعش معايا. طبعا هي الملوخيه دي بقول لكم مش يعني مش متجمده ومش فكه قوي، نص نص. خلاص المهم ان احنا نوطي النار واحنا شغالين فيها. هي لونها اخضر جدا، مش عارفه الكاميرا شايفاها اخضر ولا لا. باينه كويسه. خلاص نبتدي ان احنا ما نعليش النار. ليه؟ لان الملوخيه لما بتغلي بتسود. كل ما الملوخيه غليت كل ما اسودت. خلاص
خلاص خلاص هي فكت بالكامل اهي. بسيبها دقيقتين على نار واطيه وبعدين ببتدي ان انا اعمل الطشه. احنا مش بنسيبها على نار كتير، هي اصلا مش محتاجه يعني سوى فظيع لان هي مفرومه اوريدي. خلاص المهم عندنا ان احنا ما تغليش مننا علشان لو غلت بتسود. خلاص هبتدي بقى ان انا انقلها كده واعمل الطشه. ونحط لها معلقه صغيره كده سمنه بلدي. مقلايه صغيره قوي، خلي بالكم مش مقلايه كبيره لا تفتكروا ان هي كميه كبيره من السمنه او كده، لا دي مقلايه صغيره خالص. ننزل بالثوم بس قبل ما تسيح بالكامل عشان ما تتحرقش. معلقه ثوم مفروم، نحمرها ونديها لون ذهبي وننزل عليها بالكزبره الناشفه تقريبا معلقه شاي مليانه. والملوخيه ورا اهي زي ما انتم شايفين مش بتغلي، يعني انا حطاها بس على النار بس مش بتغلي. بدأت تدخل في اللون الذهبي اهو. هبتدي ان انا انزل الكزبره نقلبهم مع بعض. مش عايزينها تغمق قوي التومه، يعني تبقى باللون الذهبي كده. خلاص هي كده تمام. هبتدي ان انا اجيب تاني الملوخيه قدامنا اهو ونعمل الشهقه العظيمه الشقة العظيمة بتاعت المصريين. وبسيبها دقيقتين بالظبط برضو وبطفي النار. ما شاء الله لونها اخضر جدا اهو زي ما انتم شايفين، وسمكها حلو جدا، مش تقيلة ومش خفيفة. هنبتدي بقى ان احنا نحمر الارنب ونقدمها ان شاء الله. هنا هبتدي بقى ان انا احمر الارنب، سواء بتحمريه بقى في سمنه او زبده او زيت براحتك خالص. وممكن كمان تدخليه الفرن بس تحطي على وشه كده تدهنيه مثلا زيت خفيف جدا او سمنه خفيفه جدا وتحطيه تحت الشوايه لمده 5 دقايق. طبعا هنا هو استوى جدا اهو زي ما انتم شايفين. خلاص هبتدي ان انا سخنت السمنه مع زيت كده، هبتدي ان انا احمره. حطيت كل القطع بالشكل ده وبعد شويه بقلبها على الوجه التاني، وهنا قلبتها على الوش التاني. وابتدي ان انا بقى بعد كده اطلعها على مناديل واقدمها. خلاص انا قدمت الطبق بتاعي. طبعا الملوخيه مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، جميله جدا والارنب متحمر حلو قوي. وكمان سمك الملوخيه حلو قوي، يعني مش تقيله ومش خفيفه. هوريكم سمكها زي ما انتم شايفين كده.
يا رب تكونوا الوصفة عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب اسمها زينب زياد، صفحتي على الفيسبوك اسمها سويت اند ساور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.